أهلا بكم يا أصدقائي. النهاردة هنكمل سلسلة رحلتنا مع النسيان. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن النسيان لكن بطريقة مختلفة. قبل ما ندخل في الحلقة خليني أقول لك يا صديقي رسالة بسيطة. النسيان مش بس وظيفة العقل، لا، ده قرار من الروح، وفي حاجات العقل ينساها لكن الروح أبدا ما بتنساها. الحلقة بتاعتنا النهاردة بنتكلم فيها عن بعض الأمور اللي احنا بنحاول نتناساها لكن ما نسيناهاش. في حاجات بتفتكرها فجأة كده، تلاقي نفسك افتكرت حاجات وكأن حد لمس زر جوه قلبك بيقولك افتكر الحاجة دي، مع انك كنت فاكر انك نسيتها خلاص، يعني ما بقتش موجودة في الذاكرة. وفي حاجات تانية بتختفي من الذاكرة وكأن الذاكرة مش عايزة تحتفظ بنسخة منها، كأنها ما حصلتش، رغم انها كانت موجعة وكانت مؤلمة وكانت مهمة، لكن بتلمس الروح. ويمكن ذكريات عاشقة للروح بنسميها كده. ليه بنقول كده؟ لأن العقل بيفكر لكن الروح بتختار. الذاكرة الروحية عندنا هي المخزن الحقيقي لكل اللي مر عليك، مهما كان اللي مر عليك من وجع، من ألم، من فرح، من أحزان، من تجارب، من انكسار، كلها مواقف انت اتعلمت منها. الحب اللي اتبدل فيك، الوجع اللي صحاك، الأشخاص اللي سابوا بصمة، ما كانوش مجرد مروا في حياتك مرور الكرام، لا، ده اتوجدوا في حياتك عشان يسيبوا بصمة ويعلموك درس، مش في عقلك بس لكن في عمق روحك، سابوا أثر. عشان كده بتيجي نعمة النسيان. أوقات الروح بتسمح بحاجات من الذاكرة، يعني العقل بيحاول يقلب في الذكريات كده، وساعات يجيب لك ذكريات عشان تعرف تمشي، حاجات كانت سعيدة، طفولة، ذكريات مع أشخاص بتحبهم. وأحيانا بيركن الذكريات لو افتكرتها انت وفضلت تراجعها هتكسرك أكتر وأكتر. عشان كده العقل ما بيفضلش ان هو يرجعها لك رغم ان هي تركت اثر في روحك. الاوقات التانية بترجع لك الذاكرة، ذاكرة قديمة، يعني حاجة انت ممكن تكون نسيتها، فاتت، مرت، لكن سابت شعور قوي جواك. وده اللي قلناه في مقدمة الحلقة، مش عشان تعذبك، لا، لكن عشان تفكرك ان المواقف دي كان ليها دروس في حياتك انت مريت بيها. هل انت استوعبت الدرس ولا ما فهمتوش؟ وفي دروس انت ما فهمتهاش وقتها، فالذاكرة بتعيد لك بعض الذكريات ما بتنساهاش، عشان الروح عايزاك تتعلم الدروس اللي انت استفدت استفدتها من المواقف دي. الروح مش بتنسى ابدا يا صديقي، لكنها بتحتفظ دايما بنسخ من الذكريات، لانها بتحتاج تستدعيها من وقت للتاني، واحيانا بتخليها في وضع السكون، وكأنها بتحكي الذكريات دي بتحتاجها في الوقت الصح، كأنك انت بتستدعي الذكريات دي في اوقات انت محتاج ان انت تستدعيها، وبالشكل اللي يعلمك مش اللي يكسرك. ذكريات مؤلمة فلازم انت تستدعيها عشان تستدعي الدرس والموعظة والخبرة اللي انت خدتها من المواقف دي، مش عشان يخليك تتألم وتتعذب، لا 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 ابدا، عشان بس انت تفتكر الشخص ده عمل فيك ايه، الموقف ده عمل فيك ايه، ايه اللي كان ممكن يكسرك لولا نعمة النسيان خليتك تنسى الذكريات دي. وفي حاجات احيانا بتبقى مبهمة، انت مش فاهمها هي ليه حصلت، بس بعد شوية لما الروح بتستدعيها انت بتكون فهمت هي ليه حصلت في الوقت ده وبالطريقة دي. ودي نعمة كبيرة، نعمة النسيان ونعمة التذكر. الروح دايما ما بتنساش، لا حلو ولا وحش، لكن في ذكريات رجعت فجأة كده، تلاقي نفسك فجأة افتكرت حاجات. طب هي جاية لي دلوقتي ليه الذكريات دي؟ ما جاتش ليه قبل كده؟ طب ما جاتش ليه بعد كده؟ ولو فيها حاجة اختفت من بالك، يعني في ذكريات قربت تنساها لكن روحك صدقت المشاعر اللي انت حسيتها في الوقت ده، والألم والفرح والوجع وكل المشاعر ديت، فروحك بتحاول تحميك من بعض الأوجاع
لكن بتجدد لك، بتعمل لك ابديت وتحدثها لك، سواء كانت ذكريات مؤلمة او ذكريات سعيدة. وده اجمل حاجة في الروح، ان هي ما بتنساش زي العقل. العقل عنده نعمة النسيان، لكن الروح دايما ليها شفرات للمواقف، بتحتفظ بنسخة منها، زي بصمة الدي ان ايه اللي في دمك. الذاكرة هكذا الروحية بتحتفظ بنسخة من الذكريات دي، من الذكريات ديت. يعني نقدر نقول يا صديقي ان احنا ارواح بتتذكر وقت ما تحتاج، وبتنسى وقت ما بتكون تشافت وتعدت الألم ده والوجع ده. يعني نقدر نقول ان النسيان نعمة، لكن الذاكرة الروحية لما بتنسى هيبقى الموضوع صعب جدا. لازم تفتكر دايما ان عندك ذاكرة روحية هتفكرك من وقت للتاني ببعض الذكريات. فما تزعلش لما الذكريات دي تظهر لك في بالك فجأة، يا اما ذكريات ممتعة فانت دايما بتعمل لها تحديث، يا اما ذكريات مؤلمة فروحك بتفكرك المواقف دي حصلت ليه عشان تتعلم منها درس. يعني نقدر نقول في حلقتنا اللي هي رحلة النسيان، نقدر نغوص كده كل في ذاكرتك الروحية، ونفكرك ليه في ذكريات بترجع فجأة رغم اننا دفناها، وليه في مواقف تانية تختفي كأنها ما كانتش موجودة. ايه الفرق بين نسيان العقل وتذكر الروح؟ الموضوع بسيط، لكن مشاعره بتبقى عميقة. أتمنى إن شاء الله إن الحلقة تكون عجبتكم، وأقول لكم إن شاء الله في الحلقة اللي جاية ليه ذكريات رجعت لك فجأة رغم إن أنت ما كنتش منتظر إن أنت تكون مفتكرها. هنشوف إن شاء الله في الحلقة اللي جاية إيه اللي ممكن نعمله. أنا مبسوطة جدا إن الموضوع فعلا بيلمس روحي، وأكيد هيلمس روحكم. بنختار دايما الكلام البسيط، لكن الإحساس بيبقى عميق، وإحنا هنكون مع بعض خطوة بخطوة نفتش في ذاكرة الروح، نشوف إيه اللي إحنا محتاجين الناس تدعيه من الذاكرة، وإيه اللي محتاجين إن إحنا نعمل له ديليت من ذاكرة العقل، لكن ما ننساش إن ذاكرة الروح بتفتكرها دايما. الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن موضوع يخص برضو الذاكرة، الحنين والوجه الآخر للنسيان. إن شاء الله أتمنى إن الحلقة تعجبكم. ما تنسونيش بالشير واللايك والاشتراك في القناة، وتقولوا لي إيه الحلقة فعلا لمست قلوبكم لفين، وهل فكرتكم بذكريات، وهل فعلا الأمور دي بتحصل معاكم. كانت معكم صديقتكم صديقة الضوء. أشوفكم على خير يا أصدقائي في حلقة جديدة.